العراقية. بقي الآن أن تأتي اللحظة التاريخية، لحظة اللي راح نشاهدها في كل مكان، في كل مواقع التواصل، من تويتر، من فيسبوك، من كيكس، من انستغرام. صورة البطولة، لحظة البطولة، لحظة التتويج، بانتظار صعود منتخبنا الوطني لكي يحمل لقب بطولة كأس الخليج. ليلة لا تنسى، ليلة للتاريخ، ليلة للمجد، ليلة للذكرى. سووها رجال بلادي. شايف حكيم شاكر، وشايف هنا التحية ما بين حكيم شاكر وولي عهد البحرين. أراعي هذه المباراة لم تقصر البحرين في أي شيء، لم تقصر في أي شيء في توفير كل المناخ الكافي لإنجاح هذه البطولة، للوصول إلى هذا التنظيم، لإنجاح وإظهار بطولة الخليج بهذه الصورة. لم نعد نكترث أن اعترف الفيفا بها أم لم يعترف. عليه أن يتابع النهائي وأن يشاهد ماذا فعل هذا الجيل وهذه الأسماء. مبروك حكيم شاكر، لن أقول هارد لك ولا للجيل العراقي. نعم، كانوا يمنون النفس باللقب بالبطولة، نجحوا، كانوا ندا كبيرا في هذه المباراة، لكن الحمادي، لكن عامر، لكن عمر، لكن خليل، لكن مطر، لكن الكثيري، لكن هيكل، لكن صنقور، لكن مهند، علي خصيف، كلهم، لكن مهدي أصروا على الحصول عليها، أصروا على الوصول إليها. مبروك لكل إماراتي وكل فخر، إماراتي وكل فخر، إماراتي. يا بخت من علق الآمال فيكم، يا بخت من عنده هذه الأسماء، هؤلاء الرجال من يتحملوا كل المسؤولية. سعادة يوسف السركال، مبروك رئيس الاتحاد، مبروك اسم الشيخ خزاع بن زايد، أيضا رئيس الفخر الاتحادي كرة القدم والدعم لكرة القدم. مبروك لكل قياداتنا، لحكومتنا، لشعبنا. عمر، حمدان، اسماعيل مطر، كابتن منتخبنا. هذا مطر الآن بسعادة كبيرة. علي خصيف بلحظات تاريخية، بليلة لا تنسى. عمر بأوبريت النهائي، فعلوها، سووها الأبطال، خلصوها الرجال، جابوها من المنامة. ارفع راسك يا اسماعيل، حتى لو راح جيلك، انت جيل الحالك. هذا المطر اللي لما ينزل احنا نصعد، لما ينزل منتخبنا يصعد. مطر شارك في صناعة الهدف والفرحة. علي خصيف تصدى بكل قوة للكثير من الكرات. صنقور، خميس اسماعيل الآن يتسلمون الميداليات الذهبية. وعمر عبد الرحمن نجم البطولة، نجم خليجي 21، انسرق كل الأنظار والأضواء والمانشيتات، انسرق الهتافات والكتابات والحناجر. من وضع بصمته في الختام في المباراة النهائية. كل هذه الأسماء، هيكل، صنقور، وبقية الأسماء، داود سليمان، الحارس الثالث علي العامري، أحد مدافعي منتخبنا، حموش صالح، أصغر الوحوش، مهند لانسي، في لحظات تاريخية لكرة الإمارات. عيش يا بلادي، هكذا من إنجاز إلى إنجاز، من مجد إلى آخر، من بطولة إلى أخرى، من أمن وأمان، من حب وتلاحم، من فرحة للقادة وللشعب، للحكومة وللجماهير، من لحمة مستمرة تؤكد بأن البيت واحد ومتوحد على الدوام. هكذا فرحة الانتصار من أبها إلى الإسكندرية، إلى الدمام، إلى الدوحة، إلى جوانزو، إلى كل مكان، مرورا بلندن. اليوم البحرين محطة أخرى. مترو الإمارات يستمر بقيادة المهندس مهدي علي مدرب المنتخب من محطة إلى أخرى. ارفع راسك، مدرب وطني بعد عمو بابا صالح زكريا الخراشي الجوهر. الإمارات تقدم مدربا وطنيا تعطيه الثقة ويعطينا التأكيد بأن الإماراتي قادر على قهر المستحيل. مبروك يا مهدي، مبروك لنا مهدي، مبروك عدنان، الجهاز الفني، حماد، عبد
عبد القادر حسن، عبد الله السلطان، موسى عباس، حسن العبدولي، كل هذه الاسماء التي شاركت. مبروك لاتحاد كرة القدم. ليلى لا تكفي فيها الكلمات، لا تكفي فيها القواميس، لا تكفي فيها القصائد، لا تكفي بها اللقطات. ليلى ستبقى في الأذهان محينة، ستبقى في التاريخ محينة. بانتظار أن نرفع الكاس، بانتظار